ازاي السكر بيبقى قاتل الشبكية الصامت؟ لازم نعرف ان مصر من اعلى الدول العربية اصابة بمرض السكر، ووصلت النسبة دي لحد اخر احصائية في 2021 ل 20% من سكان مصر. الشبكية هي النسيج العصبي بتاع العين، وبالتالي اي ضرر بيحصل فيه ممكن لو ما اتلحقش بشكل سريع ومضبوط انه يؤدي الى تأثر دائم في الرؤية، وممكن لا قدر الله الى فقد النظر بشكل دائم. السكر مرض مزمن بيأثر على الأوعية الدموية للجسم عامة والشبكية بشكل خاص إذا فضلت المعدلات بتاعته عالية لفترات طويلة نتيجة إهمال العلاج. تغيرات الشبكية دي بتؤدي إلى نقص التغذية الدموية للشبكية، وده بينتج عنه ظهور أوعية دموية غير سليمة كمحاولة لتحسين الدم اللي واصل للشبكية. ولكن الأوعية الدموية دي هي أوعية هشة وغير سليمة، سهل جدا إنها تنزف وتؤدي إلى حدوث ارتشاحات أو نزيف في الشبكية، وممكن تتحول كمان بعد كده لتليفات تؤدي إلى حدوث انفصال في الشبكية. وعشان كده احنا بننصح دايما مرضى السكر بتوعنا بالاهتمام بتظبيط السكر بشكل دايم وعمل السكر التراكمي بشكل منتظم، ده إلى جانب الكشف الدوري على الشبكية للاطمئنان عليها، عشان حتى لو لقينا تغيرات نقدر نلحقها من أولها ونحافظ على الرؤية في عينينا إن شاء الله. دمتم سالمين.